تعالوا نوريكم ازاي هنعمل اكبر طبق ريزو في مصر. النهارده هعمل لكم اكبر طبق ريزو في مصر، وهنشوف تكلفته قد ايه. وجبت طبق ريزو جاهز، هنشوف الفرق بينهم هما الاثنين ايه، وهنستخدم لارندا الرز الريزو الجاهز. طبعا احنا بعتنا جبنا طبق ريزو، طبق ريزو عامل 60 جنيه زائد 25 جنيه ديليفري، فداخلين في 85 جنيه. مش موضوعنا. لو جينا وزناه كله على بعضه بالباكينج بكل حاجه، بالتشيكن بالصوص بكل الكلام ده، هنحطه كده يطلع معانا 420 جرام، 422 جرام. يعني لو بنتكلم ان هو فيه رز 300 جرام وفراخ حوالي اقل من 90 جرام وباربيكيو صوص حوالي 30 جرام، وده ب 60 جنيه. تعالوا نشوف لما نعمله هيبقى بكام ونقارن الطعم بين الاثنين مع بعض. طبعا هنجيب حله، هنحط بقى ايه، انا كان عندي دولت، احنا هنعمل 2 كيلو ونص رز. 2 كيلو ونص لما يستووا هيبقوا، الكيلو بيبقى كيلو ونص، يعني كده ال 2 كيلو كل واحد هيبقى كيلو ونص، دي كده بقوا 3 كيلو. يعني انتوا بتتكلموا في 3 كيلو 750 جرام، يعني مبدئيا حوالي 10 اضعاف او اكتر من 10 اضعاف، حوالي 12 ضعف الطبق ده. ونشوف التكلفه ايه ونقول. اول حاجه هننزلها، ننزل الرز كله في الحله. ايه يا فيروز يا كاميليا القلق اللي انتوا عاملينه في المكان النهارده ده؟ احنا خدنا الاجازه بقى ولا ايه؟ ايوه خلاص كده مفيش تعليم تاني. ربنا يستر والحله دي تاخد الكميه كلها. دول كده 2 كيلو ونص ريزو. هنحط لهم بقى عشان هم كتار، انا هحط لهم ماده دهنيه، وده يعني من عندنا كده، يعني ده ايه اكسترا كده من عندنا. معلقتين سمنه كده بلدي كده. طبعا لو حابين تعملوه على طول من غير ما تحطوا الماده الدهنيه فده اوبشن. هنشغل بقى النار، انا كده ايه هقلب الماده الدهنيه. وطبعا لو احنا بنعمل في البيت ممكن نعمل الستريبس، وانا عملت لكم كذا طريقه للستريبس. اولع الزيت علشان ايه اقليها وتبقى جاهزه برده ايه معانا. ننزل بالميه، هنصبر على الرز يغلي وبعد كده نوطي عليه ونسيبه بقى براحته يكمل سواه. هذه الاثناء احنا مستنيين الزيت وهنعمل ستريبس. طبعا ده 400 جرام ستريبس ثمنهم 100 جنيه. لو احنا هنعمله في البيت هيبقى نص كيلو، هيعمل معانا حوالي 100 جنيه، وهيبقى اكتر من كده بكتير. يعني نص كيلو فريش من غير البريدنج، لان ده 400 جرام بالبريدنج، فانتوا بتتكلموا هيبقى كميه اكبر من كده بكتير. فاحسبوا 100 جنيه فراخ، وانا جبت ازازه باربيكيو صوص ب 35 جنيه، فدي كده 35 جنيه و100 جنيه فراخ، يعني احنا بنتكلم في 135 جنيه. وكيسين ونص الرز، الكيس الواحد ب 65 والرز 130 والنص كيلو 32 ونص، يعني انتوا بتتكلموا 162 ونص، 162 ونص و100 جنيه 262 ونص و35، يعني قولوا 265، يعني 300 جنيه بالظبط. طبق الريزو ده بالفراخ والباربيكيو بتاعته، والطبق لوحده لو جايبينه من بره جاهز هيبقى ب 60 جنيه. طبعا اللي عايز طريقه رز الريزو الاصليه بتاخد حوالي 18 مكعب ماجي كيلو الرز، وده طبعا رقم كبير جدا. احنا جربتها عملتها وطلعت مظبوطه. فاحنا لو كده حسبنا ان ده الكيلو ب 65 جنيه، وحسبنا كميه الشغل وكميه البهارات وكميه الحاجات اللي هتاخدها، هتلاقوا قريب جدا 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 من السعر ده. والرز هنا جريد بتاعه كويس جدا، اللي هو ني بتاعه بيتباع معدي ال 35 جنيه. وادي كده الفراخ جهزت، نسيبها بقى كده تصفي براحتها وتبرد، وبعد كده نقطع بقى الستريبس ونخليها جاهزه على ما الرز يخلص سواه. اديني وانا ضايع. كميه ريزو رهيبه للناس اللي بتحب ريزو زي حياتي. الواحد بيبقى ايه خايف الطبق يخلص، ربنا يستر بس ما تبقاش شاطط من تحت، عشان انا سبتها بقى لها كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، هو معجن مكان مكان كبسته في الحله، مش معجن يعني مكتل، لكن هو بصوا هو مفرفط اهو، انا عمال اهزه مفيش اي تعجين خالص. نفرفطه كده عشان ينزل معانا سهل. السيرفيس يا جماعه صغير اصلا، يعني ايه كنا محتاجين سيرفيس اكبر من كده. يعني عايز اقول لكم انه لسه في كميه كبيره، يعني الحله بسم الله ما شاء الله لسه مليانه، بس انا ايه خلي الحله بقى على جنب عشان ايه السيرفيس مش مكمل. نجيب الفراخ راحت فين؟ هو ايه اللي هنا؟ طب دي الفراخ اللي باقيه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر. لا ثواني طيب، طب نصور طب يا جماعه. هو كانت الكميه الضعف، يعني بالهنا والشفا يعني ما شاء الله. بس انتوا بقوا ايه حمروا التشيكن في الاخر، عشان ما هو كده الفيديو باظ، فكره الفيديو راحت كده مننا. عايزين بقى تعملوه انتوا بالهوت صوص براحتكم، اللي بيحبوا حراق يعملوا حراق،
واللي يحبوا الباربيكيو يعملوا باربيكيو. احنا ما استخدمناش طبعا الازازه كلها وما استخدمناش الرز كله. تعالوا نوريكم ازاي هنعمل اكبر طبق ريزو في مصر. ادي كده بقى الطبق بتاع الريزو بتاعنا، وادي طبق الريزو الجاهز. لو هنبص ده اللون بتاعه افتح شويه من ده. انا هاخد اللي احنا متعودين عليه بس. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان بقالي فتره باكل ده فحاسس ان ده طعمه مختلف، طعمه مش قوي زي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا منازع بلا منازع، ده طعمه اقوى بكتير جدا واحلى بكتير جدا. تقدروا تعملوه بالجمبري، تقدروا تعملوه بالفراخ، تقدروا تعملوه ساده. انا واحد من الناس مثلا ما بحبش اكل الفراخ قوي فدايما بزحها وباكل الرز بس. ولما باجي اطلبه ساده ما فيش بقى ريزو، بيجيبوا لي العلبه الصغيره دي، بضطر اجيب كتير وغاليه برده مش رخيصه. فده الرز المبهر بتاع كنتاكي، تقدروا تعملوه في البيت. 300 جنيه عملوا الكميه دي كلها. لو هنزود كمان شويه عشان نعمل فراخ وياكلوا عدد كبير جدا 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 جدا، واوفر وابرك بكتير جدا من دي. فيروز بقى ايه خبيره الريزو بتاعتنا في البيت هتقول لنا رايها ايه في الموضوع ده. حلو، انهي احلى ده ولا ده؟ ان انت بتاكليه على طول ولا ده؟ لا. وطبعا بعد ما قفلنا الكاميرا جت لنا الاستاذه كمالي عشان تدوق ومش عايزين مشاكل. دوقي كده وقولي لنا رايك ايه. اوعي اوعى التشيكن. ايه رايك؟ حلو؟